النهاردة بقى هنعمل وصفة حلوة قوي، سهلة قوي ولذيذة وحلوة وجديدة كده وموفرة. هنعملها طبعا بالبطيخ يعني. حابة تعمليها بالقطع بتاعة البطيخ نفسها تمام، حابة تعمليها بالقشر اللي احنا الحاجات اللي هي بتبقى لما بنقطع البطيخة كده. براحتك. يلا بقى بينا نشوف احنا ايه هنعمل ايه. بصوا معانا هنا بقى انا الشرايح اللي هي البطيخ اللي بتبقى ايه، مقطعينها كده شرايح كده رفيعة كده. بعد ما بنقطع البطيخ اجيبها كده بالشكل ده، هي هتلاقوها رفيعة كده في نفسها كده وحلوة. هقطعها كده مكعبات صغيرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا يا جماعة الوصفة دي حلوة قوي بجد، ممتازة يعني وموفرة جدا وبتدي معانا كمية حلوة قوي كبيرة. يعني هما بصي ممكن نشوفه قليلين وكده، بس لا، هي بتدي كمية حلوة قوي. بصوا انا قطعتهم كده زي ما احنا شايفين كده مكعبات صغيرة تمام. هحط بقى هنا، هحطهم كده في بولة او علبة كده يعني. واحط بقى المية اللي نزلت من قطع البطيخ دي مش هرميها، انا هحطها برضو على ايه، مكان ما قطعنا البطيخ بقى وكده. هجيب بقى هنا كوباية وربع من السكر، حابة تحطي سكر بودر تمام، حابة تحطي سكر خشن ده خشن عادي. واقلبهم كده على بعض واسيبهم ساعة ساعة ونص كده في التلاجة. انا والله العظيم سبتهم مثلا ايه، يعني اقل من نص ساعة، يعني اقل قصدي من ساعة. حطيت بقى هنا كده ايه عود قرفة كده زي ما هو كده، واقلب بقى الحاجات دي كده في بعضها بقى. وعايزة اقول لكم بقى الريحة بتاعتها كفيلة تخليكي تاكليها اصلا كده من غير ما نبدأ الوصفة. شايفين هي هتبتدي تنزل المية بتاعتها ازاي. سبتها هنا كده اقل من ساعة. ونجيب بقى هنا حلة نفضي فيها الكلام الجميل دوت. بصوا هي نزلت المية بتاعتها لوحدها خالص، انا مش حاطه عليها ولا نقطة مية. السكر اللي احنا حطيناه خليها تنزل كل السوائل اللي فيها المية يعني. رفعناها كده على النار، على درجة يعني درجة متوسطة كده من النار. نسيبها كده تغلي ونشوف بقى الكلام دوت. اي ريم بقى او اي رغوة بتطلع طبعا بنرميها. يعني كل ما تكون بطيخة يعني احمر، لونها احمر، هتديكي معاه يعني هتدي طعم وتيست بقى عالي جدا، مش هتحتاجي تحط سكر كتير اصلا. شوفوا بقى هنا اعواد القرفة مدية ريحة فظيعة فظيعة جدا. انا هنا كده خلاص قلبتها. يلا بقى ايه، نشيل الاعواد بتاعة القرفة دي عشان انا خلاص كده. بصوا انا هفضل اعمل فيها كده لغاية اما الاقي المية بتاعتها شفافة كده. طبعا بقى نجيب الراعي الرسمي للوصفة. دوت جيلي فراولة او حبة جيلي بطيخ زي ما انت حابة. نشيل بقى هنا بقى الاعواد بتاعة القرفة معانا. بصوا انا عمالة ادور على واحدة كده ضايعة كده، عمالة ادور عليها اهي لقيتها خلاص. والله يا جماعة الوصفة حلوة قوي ولذيذة كده، ويا سلام بقى مع ساندوتش بقى قشطة على المربى اللي هنعملها دي تحفة. حطينا هنا بقى كيس الجيلي. بصوا خلت معانا اللون غني قوي، وطبعا كمان هي مش محتاجة نضيف لها اي لون طبيعي خالص. لونها روعة روعة وريحتها فظيعة تحفة قوي، يعني لونها احمر اكتر من السبيتيولا نفسها. يلا بقى بينا ايه، نعمله كده بيوريه بالهاند بلندر او بالخلاط المتوفر عندك تمام. يعني مش هيقول لا. افضل انا بقى ايه اطحن فيها كده لحد ما بصوا تحفة جدا. عايزه اقول لكم انا دقتها وهي سايله كده يعني يا سلام. يلا بقى نحط لها الماده الحافظه اللي هي ملح الليمون. انا حطيت كده طرف المعلقه الصغيره ملح ليمون كماده حافظه، يعني اللي هو ايه علشان بس ما تبص معانا خالص ان شاء الله يعني. غنية جدا وموفرة جدا 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 تحفة اوي. بصوا بقى بالصدفة الباحتة يعني لقيت عندي برطمان بتاع اللهم صل على النبي، بتاع اصلا مربى فراولة تمام. حطيت فيها مربى الفراولة على البطيخ دي، يعني انتوا واخدين شايفين بقى الميكس، واخدة ميكس من الفراولة على البطيخ، يعني نكهة الفراولة اللي هي بالجيلي مع الطعم بتاع البطيخ. يعني عايزة اقول لكم تخيلوا كده معايا، وبصوا الكمية ما شاء الله عملت معايا برطمانين يعني او علبتين يعني متوفر عندك، بس لازم تكون خالية تماما من اي نقطة مية، ما يبقاش فيها مية خالص، تكون جافة ومعقمة حلوة قوي.
اتمنى يا رب تجربوها والله هتعجبكم قوي قوي جدا. يعني بص مش عارفه، طبعا هي لما بتفضل في التلاجة يعني بتمسك نفسها شويه، هي بس كده سايله حبه علشان بس لسه سخنه بقى والكلام لسه بقى، معلش. يا رب تكون عجبتكم واشوفكم في وصفه جديده. السلام عليكم.